ما ينفعش اطلب طعمية تديني فول. عزيزي الكاتب كفاية خامة بقى. اي رواية بيكون ليها تصنيف، صح؟ رومانسي، تاريخي، اكشن، ايا كانت هي ايه. ده بنعرفه عن طريق كام حاجة، شبه مثلا العنوان، الغلاف، والنبذة الموجودة من ورا. فما ينفعش ابقى انا فهمت من دول ان روايتك رومانسي بعد كده افتح الاقي ان اول 200 صفحة فيها رعب. ما ينفعش. القارئ بتاعك اصلا مش هيكمل بعد اول 20 صفحة. طيب، ازاي بقى اقدر اربط الربع الاولاني من الروايه بتاعتي مع التصنيف؟ هقول لكم. الاول عايزه افكركم ان شاء الله روايتي اثير والهيب والتنين هيكونوا موجودين في المعرض. التنين هيكون عليها خصم 50%، مش هيكرر تاني لاخر السنه. ده غير ان انا نفسي هكون موجوده يوم الجمعه 23 ان شاء الله من بعد الصلاه. المهم خلينا نكمل دلوقتي. لو انا المفروض ان روايتي يتفهم ان هي تاريخيه، بس القارئ فتح لقى ان اول تقريبا 100 صفحه رومانسي، كده انت بادي غلط. طيب خلينا نشوف القصة ايه، بعد كده نعيد صياغتها ونربط الربع الأولاني بالتصنيف الأساسي بتاعي. أولا، القصة بتتكلم عن واحد بيحب واحدة، بس عشان يتجوزها لازم يوصل لمكانة معينة، زي مثلا إن هو يكون دكتور في الجامعة. فالمهم هو دلوقتي حاليا بيحضر للدكتوراه عشان أبوه هيوافق. ده كده الربع الأولاني. هل ده مرتبط بالتاريخ؟ خالص، ده كده رومانسي بحت. خلينا بقى نربطه. طيب احنا قلنا واحد عايز يتجوز واحدة، صح؟ فهو بيحضر للدكتوراه. لا لا، خلينا نعيد الصياغة.